سلام الله عليكم. مرحبا بكم متابعي قناة لمحة مع الغرائب. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم 10 حقائق لم تكن تعرفها عن الدون كريستيانو رونالدو. قد لا يحظى لاعب كرة القدم في أيامنا هذه باهتمام إعلامي كما يحظى به البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفي هذا المجال يتفوق رونالدو على منافسه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي. فبالإضافة إلى أدائه المتميز في الملعب مع فريق ريال مدريد، يحظى رونالدو باهتمام أهم الماركات العالمية ومصممي الأزياء والشركات التي تجد فيه أفضل شخصية لتمثيل منتجاتها وترويجها عالميا، مما يجعله لاعب كرة القدم الأعلى دخلا في العالم. وفي حين يصح القول أن قصة تنشئته والحياة المهنية والعاطفية لرونالدو قد تم الإعلان عنها بشكل جيد للغاية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي لا يعرفها المرء عن الفائز ب4 مرات بجائزة الكرة الذهبية للفيفا. لذا دعونا نتعرف على هذه الحقائق عن النجم كريستيانو رونالدو. أولا، تم تسميته باسم الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان. ولد كريستيانو باسم كريستيانو دوس سانتوس أفيرو، ولكن والده الذي كان يعتبر من أشد المعجبين بالرئيس الأمريكي رونالد ريغان قرر أن يعطي ابنه لقب رونالدو أيضا، وهي النسخة البرتغالية من رونالد. ثانيا، الاعتزال المبكر. كاد أن يعتزل كريستيانو رونالدو في السن 15 عاما بسبب مشاكل في القلب، فهو كان يعاني من سرعة ضربات القلب، لكنه أجرى عملية بالليزر لعلاج هذه الأزمة الصحية. ثالثا، الإجهاض. كانت أمه تفكر في إجهاضه لأنه كان الطفل الرابع في أسرة متوسطة الحال، لكن الطبيب منعها من ذلك لوجود خطورة على حياتها، إذ أقدمت على ذلك التصرف الذي كان سيكون بسببه كريستيانو رونالدو غير موجود. رابعا، شرب الخمر. لا يشرب رونالدو أي خمور بسبب مأساة وفاة والده بسبب كثرة إدمانه شرب الخمر بطريقة دمرت صحته في نهاية حياته. خامسا، مرحلة الدراسة. عندما كان كريستيانو رونالدو في المرحلة الدراسية، اعتدى على أستاذه في الفصل عندما قذف عليه المقعد الذي يجلس عليه، لأن المعلم قام بإهانته وسط زملائه. سادسا، الانتقالات. قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، كان هناك مفاوضات لانتقاله إلى ليفربول، لكن المبلغ المالي تسبب في فشل المفاوضات لينتقل في النهاية إلى اليونايتد. سابعا، كتم السر عن ابنه حول والدته. ابنه الوحيد جونيور لا يعلم هوية أمه، لأن رونالدو يرفض الكشف عن هويتها لأسباب غير معلنة. ثامنا، طفولته. في طفولته كانت أمه تناديه بالطفل الباكي لأنه كان يبكي ويغضب بشكل سريع جدا. على سبيل المثال، كان يبكي عندما لا يمرر له زملاؤه الكرة في المباريات، أو عندما يهدر فرصة هدف أو يمرر بشكل خاطئ. تاسعا، الأعمال الخيرية. كريستيانو رونالدو من أكثر اللاعبين قياما بالأعمال الخيرية، ليس في البرتغال أو أوروبا فقط، لكن في جميع أنحاء العالم. وكان الموقف الأخير عندما قابل الطفل حيدر الذي توفيت عائلته في العملية الإرهابية التي ضربت بيروت. عاشرا، لم يرغب كريستيانو بارتداء القميص الشهير رقم 7 عند وصوله إلى أولد ترافورد. سبق للاعب الذي ارتدى القميص رقم 7 لمانشستر يونايتد أن أصبح من أساطير النادي، مثل الإيرلندي الشمالي جورج بيست، والفرنسي إريك كانتونا، والإنجليزي ديفيد بيكهام. ولكن رونالدو لم يكن يرغب بارتداء القميص الذي سيجلب معه الضغط، وكان يريد ارتداء القميص الرقم 28 بدلا من ذلك، إلا أن المدير الفني السير أليكس فيريكسون أكد عليه أن يرتدي القميص رقم 7 ويتدرب بجد فقط ليرتقي إلى مستوى التوقعات التي تأتي مع هذا القميص. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، مشاركة مع الأصدقاء، وليصلك كل جديد اشترك الآن.